تعالي بقى نعمل مع بعض بسبوسة سهلة جدا، وهتطلع معاكي دايبة ومرملة والقطعة في منتهى اللذاذة، ومن غير بقى ولا سوداني ولا أي مكسرات ولا أي حاجة خالص، ومفيش افتكاسات. هي تركاية كده هقولك عليها تطلع معاكي زي ما انت شايفة كده، مستوية من فوق ومن تحت ومن جوه، وكلها جميلة جدا جدا جدا. بصي بقى القطعة اللي هناخدها من الحرف من غير ما تقطعها بالسكينة، هي في منتهى الجمال، ولو سبتيها كمان لتاني يوم هتطلع معاكي متماسكة ورهيبة. المفروض يا بنات البسبوسة تعمليها بالليل، تاني يوم تاكليها. طبعا عشان احنا في الصيام بنعملها وبناكلها في ساعتها، كلنا ما بنصدق ناكل حاجه حلوه بقى، كل سنه وانتم طيبين. هنيجي بقى اول حاجه نعمل ايه التركايه بقى يا ستي. هنجيب هنا حوالي كوبايه من السكر، وهنرفعها على النار لما تتكرمل، وهننزل عليها زي ما انت شايفه كده بكوبايه سمنه على زيت. انا حطيت هنا زيت عشان الزيت هيخليها مرمله ومفروله كده وجميله. وبعد كده هنقلبها ونرفعها تاني على النار زي ما أنتِ شايفة كده. أنا مقلّبها هنا بعيد عن البوتاجاز، لإن هي كانت الكراميل كان سخن جدًا. بعد ما الزبدة كده تتضبّط وتسيح وتبدأ تدوب معاكِ، انزلي عليها بكوباية من الحليب، كوباية من الحليب. إحنا مش بنعمل توفي، كوباية حليب بس. وهنا بقى كمان التركة التانية الإيه، المعلقتين بتوع الجلوكوز دول. هي المفروض معلقة كبيرة، بس أنا هنا عشان المعلقة اللي كانت معايا صغيرة، فأنا حطيت معلقتين من عسل الجلوكوز. ما عندكيش عسل الجلوكوز تعملي إيه، هتجيبي كوباية سكر وتكرمليها، مش تكرمليها يعني تخلّيها يعني تدوب معاكِ وتبقى سميكة شوية، يعني مش هنعمل شربات، لأ هنعمل عسل يكون تقيل شوية. أو ممكن تستعوضيها بعسل أبيض، لو عندِك عسل أبيض بدل الجلوكوز تحطيها، هتخلّيها برضه في منتهى الجمال. التركة دي هي اللي بتضبط معاكِ البسبوسة صدقيني. هنا أنا عملت كراميل ليه من السكر عشان أنا عايزاها تبقى مستوية من جوّه زي من برّه، وتبقى حلوة كده معانا ولونها مرمل وجميل، ولونها قصدي كراميل كده وجميل. هنا بقى في تركاية تانية، أنا هنا جبت نص كيلو من دقيق السميد البسبوسة، وضفت عليه معلقتين كبار من اللبن البودر. والله بتنقلها في حتة تانية خالص خالص خالص. ولو سلام بقى لو تحمصيهم على النار، لو قدرتي بيطلعوا معاكي في منتهى الجمال اللهم بارك. هنقلبهم كده زي ما انت شايفة، عشان اللبن البودرة ممكن من الرطوبة يكتل معاكي شوية، قلبيه كده وايه ودخليه جوه البسبوسة. تمام. هنقلب بقى دي سميد بتاعنا وكمان اللبن البودر، هيطلع معاكِ في منتهى الجمال. بعد كده يا ست الكل، بعد ما تخلّصي الخطوة دي وتحسي إن خلاص ما فيش أي تكتلات، لازم تتأكدي إن ما فيش أي تكتلات من اللبن البودر أو حتى من دقيق البسبوسة اللي هو السيمولينا، دقيق السيمولينا. هننزل بقى الخليط بتاعنا يكون، أنا مش عايزاه ولا بارد ولا سخن، أنا عايزاه زي دمعة العين، زي دمعة العين. يعني لو سخن هيبوظ لِك البسبوسة، لو بارد شوية برضه مش هيدّيكِ النتيجة المضمونة. هنخلّص وهنسيب شوية صغيّرين نحطّهم على الوش، وقلّبي كده لحد لمّا تحسّي إن هو خلاص تماسك كلّه مع بعضه. تمام. امشي بالمقادير كده زي ما أنا قُلت لِك بالضبط، وامشي بنفس التريكات، هتضبط معاكِ وتطلع معاكِ جميلة وطرية وعمرها ما تنشف أبدًا، أبدًا. وما تقلّبيش كتير، بُصّي مجرّد ما خلاص هي شربت السوايل اللي فيها، خلاص الموضوع انتهى. وأنا مش عايزاها تبقى صايصة خالص، أنا عايزاها تكون متماسكة شوية. هتحسّي إن هي عاملة زي رملة البحر، تجمّعيها تتجمّع، هي مش هتتجمّع معاكِ بمعنى يعني تتجمّع، بس هي إيه، هتحسّيها عاملة زي الرملة المبلولة كده. تمام. هننزّل بقى الكمية بتاعتنا في الصاج، يكون مدهون يا إما طحينة يا إما يكون مدهون زبدة أو سمنة، أي مادة دهنية يعني. وهنبدأ بقى نسويها كده بالspatula بتاعتنا أو بإيدينا اللي ييجي معاكِ يعني. أنا هنا كنت حاطاها في صاج 30 في 30. تمام. ضبّطيها كده وطبطبي عليها كده، مش هيجرى أي حاجة. وبعدين ادّيها خبطتين 3 كده على الرخامة. وفي ترِكّة بقى هنا، إحنا كنا سايبين شوية من إيه، من الخليط السايل اللي إحنا عملناه، ده هيدّيكِ نتيجة مبهرة للبسبوسة. هتحطيها كده على الوش، بُصّي أنا هادّيها كده خبطة، هي خلاص أهي تمام. ما تقلقيش من أي تشقُّقات ولا أي حتى لمّا تيجي تسقيها بعد ما تستوي هتحسّي إن فيها لا، لا ما تقلقيش خالص من الموضوع ده. هنبدأ بقى نجيبها كده ونسويها واحدة، واحدة. أنا عايزة كُلّه يكون سِوَى واحد، ما تخلّيش حتّة عالية وحتّة واطية، إحنا ولا حطّينا baking powder ولا أي مواد رافعة، لإن البسبوسة ما بتتحطّش عليها baking powder. هنجيب بقى الخليط كده ونحطّه على الوش، عايزة بقى تضبطيه كده بالspatula عشان خاطر يبقى هيدّيكِ لون كراميل كده جميل، جميل، جميل للبسبوسة. جميل، جرّبيها بجد هتعجبِك، هتطلع معاكِ مضبوطة 100% ولا أي حاجة.
بس يا ستي خلاص هنا انا خلصت بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد حوالي تلت ساعة ومن غير شواية ولا اي حاجة. بعد ما تطلع هنحط العسل، طبعا انا ما عملتش معاكم العسل لان احنا عاملينه مع بعض قد كده. بصي هي باينة انها مشققة، لكن لما تسقيها العسل بتاعها هتلاقيها اتظبطت، لان هي كانت عايزة صينية اصغر من دي شوية. تمام. هتسقي بقى السيرب بتاعك كده زي ما هو، والسيرب هنا يكون كوباية مية عليها كوباية سكر، وتاخد غلوة وواحدة بس.